عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ القنصل. اليوم التالي على التوالي هنعمل لكم النهاردة حاجة برضو جميلة. هنعمل لكم الشيش طاووق في العيش السوري. طبعا انتوا بتروحوا المحلات وبتبصوا على العيش السوري والشيش والحاجات دي، بتبقوا منبهرين بيها ومفكرين ان هي الموضوع صعب، لكن هو الموضوع سهل خالص. احنا هنعمل النهاردة الشيش طاووق طريقة سهلة وبسيطة. هنسمي الله كده وهنبص مع بعض. معانا الشيش طاووق، طبعا احنا غاسلينه ومقطعينه، انا مرضتش اجيبه وهو سليم. اللي عايز يعرف طريقة خلي الشيش يرجع للحمام الكداب، انا كنت عامل فيديو حمام كداب وكنت شارح فيه طريقة الخلي للورك بيتخلي ازاي. معانا 3 وراك هنعملهم شيش طاووق. معانا فلفل اخضر وفلفل الوان واصفر واحمر، ومعانا بصل. معانا بصلة مقطعة بوريه. معانا توم. معانا البهارات الجميلة بتاعتنا، طبعا الفلفل والبهارات والكمون والخلطة بتاعتي وزر الورد والملح. معانا سلطة معلقتين معجون طماطم. معانا زبادي، هوريكم هنعمل بيه ايه الزبادي. واحدة واحدة كده ونصلي على الحبيب ونيجي نشوف هنبدأ نقطع الشيش ازاي. الشيش ليه تقطيعة معينة، مش اي حتة بتتقطع في اي مكان. لازم نقطع الشيش بتقطيعة مرتبة علشان يطلع شيش طاووق زي ما اتقال زي ما الكتاب. يلا هنصلي على الحبيب ونبدأ مع بعض. ومعانا بقى اول ورك. بصوا بقى ركزوا معايا. الورك زي ما هو عدل، يعني انا بخلي الورك العظمية من جوه. بصوا لازم يبقى انا بقطعه دواير. هنسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا ادي القطعة بتاعت الشيش، ادي واحدة، تانية، تالتة، كأننا بنقطعه حلقات. دي كده اول واحدة، شايفين؟ صلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب اهو، شغالين. تانية، تالتة. طبعا السكينة لازم تكون حامية وتاخدي بالك كويس ان هي احنا بنقطعها شرايح. صلوا على الحبيب. كده بالصلاة على النبي هنبدأ نحضر التتبيلة بتاعت الشيش. بصوا بقى وركزوا معايا عشان التتبيلة أهم حاجة في الشيش. هنحط بصل، بصلاية، يا بصلاية واحدة مش أكتر للتطعيم. نص التوم عشان أنا هحتاج النص التاني في حاجة تانية هوريكم هعمل بيه إيه. معلقتين معجون الطماطم. طبعا الناس هتسألني هتقول لي أنت ما حطيتش الزبادي، أقول لهم مش هحط الزبادي، محدش يدعم. هوريكم هنعمل بيه الزبادي في الآخر. صوص رمان او اللي يسموه صويا صوص. البهارات بتاعتنا كلها هحطها. صلوا على الحبيب. شوية زيت، وهنبدأ نخلط العجين ده كله مع بعض. بصوا الشكل، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلوا على الحبيب. بصوا 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 من غير ما أعمل أي حاجة. بصوا المنظر. الناس بتستغرب الشيش بره بيبقى لونه كده مستوي كويس وطعمه حلو. طب احنا نخدم الحاجة بتاعتنا ونعملها بحب هتطلع جميلة. احنا كده تبلنا الشيش بتاعنا تمام. هنسيبه شوية، ساعة نص ساعة في التلاجة، وبعد كده نرجع نشتغله تاني. ودلوقتي هقول لكم بقى سر محدش يعرفه غير الشيفات او المحلات. احنا طبعا في ناس كتير ما بتعرفش تعمل التومية. في ناس كتير لما بتيجي تاكل العيش السوري بتلاقي فيه طعم التوم كده، بس هي مش عارفة دي تومية ولا زبادي ولا ايه الدنيا ماشية ازاي. انا هعلمكم حاجة بسيطة وسهلة ورخيصة وتتعمل في البيت عادي. احنا معانا بقية التوم اللي احنا عملناه على كوباية الزبادي اللي انا قلت لكم عليها. ادي التوم كله. معانا مايونيز على كوباية الزبادي، 2 مايونيز. شوية زيت صغيرين،
ركزوا معايا، نقطة خل. لو في طحينة اديها سن الطحينة، مفيش طحينة خلاص مش مشكلة، اعملي باللي موجود عندك في البيت. وهنقلب هنقلب 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 هنقلب. شوية فلفل صغيرين، شوية ملح صغيرين، شوية كمون، والسلام عليكم. صلوا على الحبيب بقى عشان هقول لكم ده هنعمل بايه. ده هنسيبه مع بعض كده. بصوا الجمال، بصوا المنظر. انا عايز القوام ده. بصوا الريحة تحفة، والله العظيم الريحة تحفة. صلوا على الحبيب. طبعا احنا نقف نتسلى بقى قبل ما الشيش بتاعنا يشرب الصوص بتاعه. نجهز الشغل اللي احنا هنحط فيه الشيش. حطينا بصل وفلفل الوان حسب بقى الذوق وحسب الالوان بتاعتك اللي انت عايزاها. تحطي دي قبل دي بعد دي، حسب ما انت شايفه، حسب ما يعني ما تخلي انت عينك شايفه الاكل هيطلع ازاي. ولازم تبقي شايفه الاكل اللي بدماغك قبل ما تشوفيه بعينك، يعني انت مركزه وعارفه انا هعمل ايه. يعني انا بصوا بتلاقيني بحط واحده اصفره واحده احمره واحده اخضره، وابدا اجهز شغلي لحد ما الدنيا تظبط معايا وهطبق على طول. صلوا على الحبيب. اوعوا تنسوا اللايك والشير يا جماعة. احنا عايزين دعم، علشان في حاجة مهمة عايز اقول لكم عليها، نسيت اكلمكم فيها. انا جات لي رسالة امبارح بتقول لي القناة هتتقفل لو انت ما عملتش، ما حدش عمل لك لايكات كتير ومفيش مشاهدات كتير. بعد اذنكم لو حابين تكملوا القناة او حابين القناة ممكن تعملوا لي لايك او شير ونعمل اشتراك في القناة. بعد اذنكم هنكمل الشغل بتاعنا ونرجع لكم تاني. بصوا بقى كده، عايز اوريكم ان ده كيلو وراك، ولسه برضو معانا وراك تاني. انا قلت اعمل واحده قدامكم، انا مش عايز اطول عليكم الفيديو علشان الفيديو بيبقى طويل الناس بتزهق. لازم نلمها كلها مع بعض كده. نرجع تاني نحط واحده الوان، واحده اصفر، وواحده اخضر، تبقى بالشكل ده. معانا واحده كمان اهي. صلوا على الحبيب. ودي اخر واحده معانا عملناها. بصوا بقى، عبال ما اجهز بقى بقيت حاجتي اروح اعمل ايه، اروح اعمل كده. مرميش حاجه، الصوص برضو تشرب من الصوص قبل ما اجهز بقيه الشغل بتاعي. انا ما بحبش ارمي حاجه، تبقى بالمنظر ده الجميل ده. ولما نيجي ندخلها الفرن هوريكم. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هاكلكم احلى سندوتش سوري في الدنيا. ورجعنا لكم تاني مع اختراعات القنصل. طبعا انا ما عنديش شبكه احط عليها الشيش، انا عايزه يطلع مشوي زي الشوايه بتاعه الفرن. فعملت ايه، جبت الصينيه بتاعتي وجبت الشبكه بتاعه الميكروويف، وهبدأ وحطيتها جوه الصينية وهبدأ ارص عليها الشيش بتاعي. بصوا بالمنظر ده. وبرده مش هرمي حاجة، يعني انا بحطه بالحاجة اللي عليه بالتتبيلة اللي عليه. واحدة واحدة مع بعض هتلاقي كل حاجة سهلة وبسيطة. هعمل ايه كمان، اروح حاطط ده كده عليه، هيستوي معايا وهيديني طعم ملوش حل. صلوا على الحبيب. بيبقى بالمنظر ده ندخله الفرن، وبعد ما يستوي هنطبقه وارجع لكم تاني. صلوا على الحبيب. بصوا بقى، احلى شيش طاووق في الدنيا.
بصوا المنظر، بصوا الجمال، بصوا التسوية. بص، صلوا على الحبيب. يلا بقى نبدأ نشتغل على طول عشان ما نطولش عليكم في الفيديو. معانا الكريب بتاعنا، شايفين ان مطبقينها ازاي؟ هي بتبقى مفرودة، احنا بنجيبه جاهز. ده العيش السوري، وده بقى اللي انا قلت لكم عليه السر بتاع المطاعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل واحد قدامكم عشان ما اطولش عليكم، وهطبق. ده كده بداية السندوتش. ناخد واحدة، بسم الله الرحمن الرحيم. شيك موتزاريلا جميلة. عايز اقول لكم الريحة تجنن. مايونيز، كاتشب، بصوا بقى التطبيقة. هنعمل واحدة كده واحدة كده، ونطبق الكريب. ده بيبقى الكريب بتاعنا بالشكل الجميل ده. صلوا على الحبيب. هكمل وارجع لكم تاني. وانا قلت برضو اعمل واحد تاني قدامكم. احنا عملنا 6 زي ما انتم شايفين. صلوا على الحبيب. صلوا على النبي، صلوا على النبي كده. خدوا ثواب واديني ثواب يا جماعه. عايز اقول لكم ان انا بعمل الحاجه بحب قوي. لحظه عشان انا نسيت احط المايونيز. والكاتشب. وده اخر سندوتش معانا، ولسه مخلصش برضو. هوريكم هنعمل فيه ايه. بالله عليكم تشوفوا الفيديو للاخر. ده كده المنظر. وصلوا على الحبيب. بصوا بقى، انا كده ايه، حطيت نقطة زيت في الجريل بتاعي، وهبدأ اسوي احمص السندوتش بتاعي على نار هادية كده. وهبدأ اسوي السندوتش بتاعي. بصوا بقى الجمال، بصوا التسوية، بصوا بصوا القرمشة. بسم الله، صلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب. بصوا الجمال. يلا تعالوا معايا. بصوا كده معايا، بصوا التسوية، بصوا بسم الله ما شاء الله. صلوا على الحبيب. كده احنا خلصنا الكريب بتاعنا. هوريكم هنقدمه ازاي. ورجعنا لكم تاني مع احلى كريب في الدنيا. ده كريب الشيش طاووق. انا مش عارف اقول لكم ايه بصراحه. يعني انا عايز اقول لكم الاكل طلع تحفه، وطلع تحفه عشان انتوا بتتفرجوا علينا. وما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك. وعايز اقول لكم ان انا محتاج دعمكم جدا 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 جدا. وانا معجب بتعليقاتكم اليومين اللي فاتت دول. وان شاء الله هقدم لكم حاجات جديده وحاجات هتعجبكم كتير. وان شاء الله هيبقى في تطور. وان شاء الله هنستنى برضو المعده بتاعتنا لما تيجي، ربنا يسهل الحال وتبقى معانا موجوده معانا في المطبخ. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.